السلام عليكم. في الفيديو النهاردة هنتعرف على بلندر كيت. هي إضافة تقدر تستخدمها جوه بلندر وهتسهل شغلك جدا عليه، بس هي محتاجة إن وجود نت عشان تقدر دايما جوه بلندر. أول حاجة بروح على موقع بلندر كيت أعمله داونلود. أنا عشان عاملاه قبل كده داونلود فمش هضطر إن أنا أعمله تاني داونلود. بعد ما تعمله داونلود بتروح عند الفايل اللي انت نزلت فيه الإضافة، بتلاقي هنا بلندر كيت مضغوطة، ما تفكهاش، ما تعملش فيها أي حاجة. دوس كليك يمين وتقول عليها كوبي، وبعدين بتروح عند هنا بلندر، كليك يمين تقول open file location، بتختار في المسار ده roaming، وبعدين بتطلع فوق شوية وتختار بلندر فاونديشن، بتختار الفايل ده، وبعدين بتختار النسخة اللي انت بتستخدمها. انا بستخدم النسخة دي، وبدوس عند scripts، وبعدين بعمل new file واختار بلندر كيت ده يكون اسمها. باجي بدوس على الفايل ده، هو لسه فاضي عندي، كليك يمين واقول بيست، هينزل لي بلندر كيت اللي انا حملتها. بدوس edit وبعدين preferences، واختار عند install المكان اللي انا نزلت فيه الفايل اللي انا عملته جوه بلندر، اللي هو ده بلندر كيت، وبعدين بدوس عليها واقول install. استنى شوية، هو كده نزل لي، بدوس دي صح، وبعدين بقفل بلندر، بفتح العين اللي عندي دي وبختار اي حاجة انا عايزاها. دي كلها ماتيريال فور فري، اقدر استخدمها في اي مشروع عندي. مش بس الماتيريال، ممكن استخدم موديلز جاهزة. اللي بقفل دي بتكون لازم اشترك في البرنامج نفسه، بس وليكن انا عايزة انزل البطة دي او انزل كمان الكرسي ده. خليني امسح المكعب ده ونزل لي بقى بالشكل ده. هنا افتح كمان بينزل لي بالخامة وكل حاجة. وبس كده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم.